بيان إلى الرأي العام. قبل 22 عاما المكان ملعب قامشلو الرياضي، الزمان 12 من آذار 2004. المناسبة مباراة لكرة القدم بين فريق الجهاد وضيفه فريق الفتوة القادم من دير الزور. في تلك اللحظة الفارقة أقدمت القوى الأمنية التابعة لنظام البعث بإطلاق الرصاص على الشباب الأعزل القادم لتشجيع فريق مدينته. لقد أطلق الرصاص بشكل انتقائي ليصيب صدور الكرد في مقتل. هرع الأهالي نحو الملعب ليجد الأجساد وقد فتك بها رصاص الحقد، والذي لم يدرك مطلقيه بأنهم أطلقوا رصاصة البدء بانتفاضة لن تستكين حتى تسقط تلك المنظومة العنصرية، بل ستسقط كل المتسلطين والعنصريين الذين يريدون قتل الشعوب وآمالها بمجتمع ديمقراطي تعددي متنوع يحميه القانون وإحساس المسؤولية تجاه الوطن. إن ما جرى من أحداث دامية آنذاك لم يعطي درسا للسلطات المجرمة التي أمرت بالفتك بتلك الصدور العارية، بل استمرت في غيها، حيث بادرت بمهاجمة المحتجين في مدينة الحسكة، ودفع بالغوغاء لتنهب المحال التجارية وتسرق البيوت وتسطو على أملاك الكرد بغية ضرب المكونات ببعضها، وتحول الحدث إلى إشعال الفتنة واستغلال الموقف، ربما بظن أنها سوف تنهي غضب الكرد الذي ازدادت وتيرته ليصل إلى كوباني وحلب ودمشق وحتى الجامعات والمعاهد في جميع المدن السورية. تلك القوة التي فتحت بتضحيات الشباب الكرد توسعت لتصبح أساساً لثورة ما زالت تؤثر على المشهد، حيث فر الدكتاتور وسقطت الأقنعة عن قادته الفاسدين وخططهم التي كانت تريد بث الفرقة بين الكرد والعرب على حساب تطلعات الشعوب في الخلاص من نير العبودية والقتل والإقصاء وإنكار الحقوق. الآن وبعد 22 عاما والأحداث تتوالى والمغيرات تشير إلى فشل سياسات القهر والتسلط والظلم، نتطلع نحو ربيع جديد لا قهر فيه ولا ظلم يسوده. نريد سوريا يتشارك في بنائها الجميع، سوريا تسودها قيم العدالة وروح الشراكة والقناعة والمساواة والتعاضد. المجد والخلود لأرواح شهداء 12 من آذار، ومن خلالهم لكل شهداء الحرية والكرامة. الخزي والعار للقتلة والمجرمين.